السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سنة أولى ثانوي. معاكم مستر محمد السيد الشامي، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض، نحل مع بعض الأسئلة بتاعة الدرس التاني جغرافيا. نبدأ مع بعض كده. أول سؤال: أي من الأشكال البيانية التالية تعبر عن التوزيع السكاني في المحافظات الحدودية بمصر؟ احنا طبعا قلنا المحافظة الحدودية بتكون المساحة بتاعتها بتكون كبيرة وعدد السكان فيها بيكون قليل. أنهي شكل هنا اللي بيعبر عن توزيع السكان في المحافظات الحدودية؟ طبعا هو الشكل ده. هذه المساحة كبيرة هي اللي باللون الأخضر، وعدد السكان باللون الأحمر قليلين. السؤال التاني: تتعدد المناطق المعمورة والتي ترتبط بالنشاط الزراعي في محافظتي. احنا عايزين محافظتين دلوقتي بيقوم فيهم النشاط الزراعي. نبص مع بعض كده على الاختيارات. مديك شمال سيناء وجنوب سيناء. دول طبعا احنا قلنا بيقل السكان بسبب فقر التربة، فصعب قيام النشاط الزراعي هناك. مطروح والبحر الأحمر. مطروح ممكن إنما البحر الأحمر لأ. طب مطروح والوادي الجديد ولا جنوب سيناء والبحر الأحمر؟ طبعا الإجابة هنا مطروح والوادي الجديد، علشان مطروح بيعتمد فيها الزراعة على المياه الجوفية، وكذلك برضه الوادي الجديد بيعتمد فيها الزراعة على المياه الجوفية. طيب رقم 3: العامل المشترك بين مناطق تركز السكان في مصر هو وجود، يعني عايز يقولك أكثر العوامل تأثيرا في تركز السكان هو طبعا المياه العذبة. عندك تربة خصبة ومناخ معتدل ومياه عذبة ومدن صناعية. طبعا المياه العذبة هي أكثر العوامل تأثيرا في تركز السكان. رقم 4: يظهر التمركز الشديد للسكان بمصر كلما اقتربنا من إيه؟ تمركز شديد يعني في عدد سكان كبير جدا. احنا قلنا عدد سكان كبير جدا موجود معانا في الوادي والدلتا ومحافظة الفيوم. عندك سهل فايضي ولا واحات ولا ساحل شرقي ولا مناطق تعدين؟ طبعا الإجابة السهل الفايضي، عشان قلنا هو وادي ودلتا ومحافظة فيوم في تمركز شديد من السكان. عندك بعد كده تنطبق العبارة المقابلة على توزيع السكان بمصر في محافظتين. بيقولك يرتبط توزيع السكان في بعض المناطق بمصر بالزمن الجيولوجي التاني، حيث المياه الجوفية ومصادر البترول. يعني في المحافظات اللي عندك هنا هتلاقي فيها بترول وتلاقي فيها مياه جوفية. هل السويس ومطروح ولا البحر الأحمر وجنوب سيناء ولا الإسماعيلية والفيوم ولا بورسعيد وكفر الشيخ؟ طبعا الإجابة السويس ومطروح، عشان السويس احنا خدنا فيها البترول عند خليج السويس، ومطروح لسه قايلين فوق دلوقتي إن الزراعة بتكون قائمة على المياه الجوفية. رقم 6: يرتبط وجود بعض التجمعات السكانية في أجزاء متفرقة من الصحراء بإيه؟ هل بالمياه العذبة ولا باعتدال المناخ ولا التربة الطينية الخصبة ولا المظهر التضاريسي؟ احنا قلنا التجمعات السكانية المتفرقة في الصحراء الغربية بتكون موجودة في الواحات. طب ليه الواحات؟ قلنا علشان موجود هناك مياه جوفية. تبقى الإجابة هنا المياه العذبة. نشوف مع بعض كده السؤال رقم 7. بيقولك أكثر العوامل تأثيرا على انخفاض الكثافة السكانية في المحافظة المظاهرة بالخريطة. طبعا المحافظة المظاهرة بالخريطة موجودة عندنا هي محافظة الدقهلية، وديت موجودة معانا في شمال الدلتا. طيب احنا قلنا المناطق اللي هي موجودة في شمال الدلتا ديت بيقل فيها السكان بسبب ايه؟ قلنا بسبب كثرة المستنقعات والتربة اللي هناك. تربة مهياش يعني تربة مالحة وكده. عندك رقم 1: المناخ ولا التربة ولا النقل والمواصلات ولا موارد المياه؟ طبعا التربة، عشان قلنا أقصى شمال الدلتا بيؤدي إلى انتشار المستنقعات أو وجود مستنقعات هناك يعني. بعد كده السؤال رقم 8: يؤثر عامل المناخ بالإيجاب على وجود تجمعات سكانية في محافظتين. أنا كنت مديكم مثال للمناخ المعتدل. المحافظات اللي بتركز فيها السكان كنا قايلين اسكندرية وبورسعيد. طبعا اسكندرية وبورسعيد عشان قريبة من البحر، المناخ معتدل هناك، فالسكان بتركزهم هناك. بعد كده السؤال رقم 9: تعد السياحة أكثر العوامل تأثيرا في تركز السكان في مدينة. يبقى احنا عايزين من الاختيارات مدينة ساحلية وسياحية. طبعا مدينة شرم الشيخ. عندك رأس الغارب وشرم الشيخ وسادس من أكتوبر وبني سويف. لأ، هي شرم الشيخ. عندك بعد كده يعتبر العامل الأكثر تأثيرا في تركز السكان بمحافظة القاهرة نقل ولا مواصلات ولا مناخ معتدل ولا أنشطة اقتصادية ولا ظروف سياسية؟ طبعا الأنشطة الاقتصادية، عشان بيقولك أكتر عامل بيأثر في تركز السكان في محافظة القاهرة هي الأنشطة الاقتصادية، علشان محافظة القاهرة طبعا فيها فيها فرص عمل وكده. بعد كده من خلال البيانات الموضحة في الجدول المقابل نستنتج أن جايب لك المحافظة س والمحافظة ص وعدد السكان هنا والمساحة هنا. احنا طبعا هنا احنا عرفنا ان احنا بنجيب في عندنا نوعين طبعا من الكثافة، كثافة عامة وكثافة حقيقية. هنا مهوش جايب لك مساحة معمورة ولا مش معمورة، فاحنا اللي نعمله ان احنا هنقسم عدد السكان على المساحة وبعد كده نشوف الاختيارات.
هتقسم عدد السكان على المساحة، يعني 100,000 على 15 و600,000 على 90,000، هيطلع لك 60 هنا و60 هنا. يعني ايه؟ يعني 60 نسمة في كل كيلو و60 نسمة في كل كيلو. عندك رقم واحد، ارتفاع الكثافة س عن ص، لا ده هما متساويين. أيوة هتبقى ب اللي هي تساوي الكثافة السكانية في المحافظتين. السؤال رقم 12 بيقول لك تعجز الكثافة العامة للسكان عن رسم صورة للتوزيع الحقيقي للسكان في مصر. احنا كنا قايلين عندنا في قانون للكثافة السكانية اللي هي العامة والكثافة الحقيقية. ليه بقى دلوقتي الكثافة العامة بتعجز عن رسم صورة للتوزيع الحقيقي؟ هل بسبب تنوع الموارد ولا كثرة عدد السكان ولا صغر المساحة ولا امتداد مساحة الصحاري؟ طبعا الإجابة هتبقى امتداد مساحة الصحاري، علشان مساحة الصحاري كبيرة، وطبعا قلنا مفيش حد بيعيش في الصحراء، فالسكان طبيعي هتتركز في المناطق اللي هي الفيضية الخصبة. عشان كده الكثافة العامة بتعجز عن رسم صورة للتوزيع الحقيقي للسكان. السؤال رقم 13 تعد أكثر العوامل تأثيرا في تركز السكان بمحافظتين الغربية والمنوفية. قبل ما نكمل السؤال نشوف الغربية والمنوفية دول موجودين فين. الغربية والمنوفية موجودين في وسط وجنوب الدلتا، واحنا قلنا وسط وجنوب الدلتا بيتركز فيها السكان بسبب التربة الخصبة. طب فين التربة الخصبة اللي عندنا هنا؟ هل اعتدال مناخ ولا جودة؟ طبعا جودة التربة. السؤال رقم 14 يقول لك يرتبط التركز السكاني بمدينة مرسى علم بعمل ايه؟ مرسى علم، احنا قلنا مرسى علم ديت موجودة في عند البحر الأحمر. الموارد المائية ولا نقل المواصلات ولا النشاط الاقتصادي ولا التربة الخصبة؟ طبعا هتبقى النشاط الاقتصادي علشان السياحة، احنا قلنا ديت مدينة ساحلية وسياحية. عندك بعد كده يعتبر العامل المشترك في سبب ندرة السكان في محافظتي سيناء. محافظتي يقصد بقى اللي هي محافظة شمال سيناء وجنوب سيناء. ايه السبب في ندرة السكان هناك؟ احنا طبعا بنمليها بالحصة. هل وعرة التضاريس؟ لو وعرة التضاريس جاي بيتكلم على جنوب سيناء بس. تطرف مناخي؟ لا. قلة نقل والمواصلات؟ لا برضه. امال ايه؟ فقر التربة. الاتنين الأرض بتاعتهم صحراء، فبالتالي فقر التربة بيؤدي إلى قلة السكان في المحافظتين الاتنين. نيجي مع بعض على السؤال رقم 16. بيقولك أثرت الظروف السياسية في العقد السابع من القرن الماضي بشكل واضح في توزيع سكان مصر في الجهة. هنقف مع بعض كده على الحتة بتاعة القرن الماضي في العقد السابع دي. احنا دلوقتي عايشين في القرن الكام؟ عايشين في القرن 21. القرن الماضي 20، يعني سنة كام؟ يعني سنة 1900. طب في العقد السابع يعني 1970 كده، يعني 1973 يعني، واحنا كنا ايه؟ محتلين طبعا من أو شبه جزيرة سيناء كانت مع إسرائيل. طيب الظروف السياسية طبعا في الجهة أنهي بالنسبة لمصر؟ طبعا في الجهة الشرقية اللي هي شبه جزيرة سيناء. بعد كده السؤال رقم 17 تكاد تقترب الكثافة العامة مع الكثافة الفعلية للسكان في محافظة إيه؟ إيه المحافظة اللي تلاقي عدد السكان فيها مناسب للمساحة بتاعتها؟ اسكندرية ولا جنوب سيناء ولا مطروح ولا البحر الأحمر؟ انت عندك جنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر دي محافظات حدودية، واحنا قلنا المساحة بتاعتها كبيرة والسكان فيها قليلين. أمال مين؟ الإسكندرية. 18 أكثر العوامل تأثيرا في ندرة السكان في محافظة الحدود. حاجة بتخلي عدد السكان قليل في محافظات الحدود. ايه هي؟ قلت لك اكتر حاجة كانت بتأثر هي ايه؟ هي الموارد المائية. نشاط اقتصادي ولا موارد مائية ولا تربة خصبة ولا تضاريس؟ طبعا الموارد المائية، بسبب قلة المياه في محافظات الحدود بيؤدي إلى قلة السكان. رقم 19 يعيش الأغلبية العظمى من السكان بمصر في محافظتي ايه أو في محافظات ايه؟ وجه إبلي وقنا ولا القناة ولا وجه بحري وحدود ولا حدود والقناة ولا الوجه البحري والإبلي؟ طبعا الوجه البحري والإبلي، عشان الوجه البحري بيضم معاك الدلتا والإبلي اللي هو الوادي، فبالتالي السكان بيتركزوا في المناطق دي. بعد كده قالك أي العوامل الآتية الأقل تأثيرا في توزيع السكان الوادي؟ حاجة قليل جدا في تأثير توزيع السكان لسكان الوادي. هل المناخ ولا التربة الخصبة ولا مصادر المياه ولا التضاريس؟ انت عندك التربة الخصبة موجودة بشكل كبير جدا في الوادي، ومصادر المياه موجودة بشكل كبير جدا اللي هو نهر النيل، والتضاريس سطح الأرض مستوي. أمال إيه اللي أقل تأثيرا في توزيع السكان في الوادي؟ طبعا المناخ. رقم 21 يرجع
ندرة السكان في محافظة الوادي الجديد. السكان بيقلون في محافظة الوادي الجديد بسبب إيه؟ هل وعورة التضاريس ولا ملوحة التربة ولا نقص الموارد المائية ولا صغر مساحات الملكيات الزراعية؟ طبعا نقص الموارد المائية، عشان قلتلك الوادي الجديد من ضمن محافظات الحدود اللي لسه قايلينها فوق، اللي هي بتؤدي أو بسبب نقص الموارد المائية. بعد كده 22، يظهر أثر عامل التربة في تركز السكان في محافظة إيه؟ تركز سكان وعندك تربة، يعني السكان بيتركزوا في المنطقة اللي هي في الاختيارات أو في محافظة في الاختيارات عندنا بسبب جودة التربة. فين جودة التربة عندنا هنا؟ وادي جديد ولا فيوم ولا مطروح ولا شمال سيناء؟ طبعا الفيوم ديت من ضمن المحافظات اللي هي عند منخفض الفيوم. فالتربة هناك خصبة، فبالتالي السكان بيتركزوا هناك. 23، أكثر العوامل تأثيرا في تركز السكان في محافظة القليوبية، هل المناخ المعتدل ولا الظروف السياسية ولا النشاط التعديني ولا مظاهر السطح؟ أكتر حاجة بتأثر في تركز السكان في محافظة القليوبية طبعا الإجابة هتبقى مظاهر السطح، عشان القليوبية من ضمن محافظات الدلتا اللي السطح بتاعها بيكون مستوي، فالسكان بتركزهم هناك بسبب الموضوع ده. رقم 24، تتعرض الموارد الاقتصادية المتاحة لبعض محافظات مصر للضغط الشديد بسبب إيه؟ الموارد الاقتصادية بتاعة محافظات مصر طبعا اللي بيقصد هنا اللي هي محافظات الدلتا والوادي للضغط الشديد بسبب إيه؟ هل الكثافة الحقيقية للسكان ولا ارتفاع معدلات الإعالة ولا التركيب النوعي للسكان ولا الكثافة العامة للسكان؟ طبعا إجابة الكثافة الحقيقية للسكان، عشان قلت لك لما جينا حسبنا الكثافة الحقيقية للسكان لقيناها 1050 واحد في كل كيلو متر. يعني أنت عندك دلوقتي كل كيلو متر مربع تبص تلاقي 1050 واحد، فبالتالي أي مورد موجود في المتر أو الكيلو متر اللي قدامك ده الموارد اللي فيها تخلص على طول. ده تركز السكان يؤدي إلى قلة الموارد. اللي بيعبر لنا على الكثافة الحقيقية طبعا هي الكثافة الحقيقية أو التوزيع الحقيقي هي الكثافة الحقيقية. رقم 25، بيقول لك تشابه المحافظات المظللة في الخريطة المقابلة لإيه؟ أنت عندك المحافظات المظللة اللي هي شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد. طبعا ديت محافظات حدودية، دول بيتشابهوا في إيه؟ هل وجود عامل جذب سكاني ولا انعدام التوازن بين السكان والمساحة ولا أنهما محافظات طاردة للسكان ولا ارتفاع نسبة الإناث بهم؟ طبعا ب اللي هي انعدام التوازن ما بين المساحة والسكان، عشان قلت لك المحافظات الحدودية بتكون عبارة عن محافظات كبيرة في المساحة وقليلة في السكان. شوف مع بعض السؤال رقم 26، بيقول لك يؤثر عامل التربة بالسلب على توزيع السكان في محافظتين، يعني عايز التربة تكون بتأثر بالسلب على محافظتين اتنين من الاختيارات. عندك رقم واحد الغربية، قبل ما نكمل الغربية ديت في وسط الدلتا فجودة التربة هناك بتؤدي إلى تركز السكان فبره. ب القاهرة والجيزة، لأ دول في جنوب الدلتا فبرضه جودة التربة كويسة. عندك بني سويف والبحيرة ولا المنوفية وأسيوط؟ المنوفية وأسيوط، عندك المنوفية موجودة في وسط الدلتا فبرضه ناخدها بالاستبعاد فما تنفعش عشان جودة التربة هناك. أمال مين؟ بني سويف والبحيرة. ليه بقى؟ علشان انت لو جيت بصيت على التقسيمة بتاعتها في المحافظات هتلاقي ان بني سويف والبحيرة واخدين جزء كبير جدا من الصحراء. نشوف مع بعض السؤال رقم 27، بيقول لك ترتب على توزيع السكان في مصر ايه؟ احنا طبعا عارفين توزيع السكان عندنا بيتميز بالتمركز أو أو تركيز السكان. طيب هل تدهور البنية الأساسية ولا التوزيع على عدد الخدمات ولا تدني النشاط الصناعي ولا بناء المدن السياحية؟ طبعا الإجابة هتبقى تدهور البنية الأساسية، عشان قلت لك كل ما السكان بيتركزوا بيؤدوا إلى استثمار أو استهلاك الموارد بشكل أكبر. 28، تشابه المحافظات الساحلية في وجود مناطق تركز سكاني مرتبطة بإيه؟ المحافظات الساحلية بيتشابهوا مع بعض في تركز السكاني في إيه؟ هل موارد المياه العذبة ولا نقل ومواصلات ولا تربة خصبة للنشاط الاقتصادي؟ طبعا الإجابة هتبقى النشاط الاقتصادي، لأن قلنا المحافظات الساحلية دي بيكون موجود فيها أو النشاط اللي موجود هناك النشاط السياحي أو طبعا عشان دي محافظات ساحلية. رقم 29، يعد أكثر محافظات مصر سكانا، عندك الفيوم ولا سيوة ولا البحرية ولا الفرافرة؟ طبعا الإجابة هتبقى محافظة الفيوم عشان التربة هناك خصبة. 30، أي من المحافظات التالية يرتبط التركز السكاني فيها بشكل أكبر بالنشاط التعديني والزراعي؟ يعني عايز محافظة فيها زراعة وفيها نشاط تعديني. عندك سوهاج ولا وادي جديد ولا جنوب سيناء ولا البحر الأحمر؟ طبعا الإجابة هنا هتبقى الوادي الجديد. ليه بقى؟
عشان عندك الوادي الجديد قلتلك الزراعة هناك قائمة على المياه الجوفية. طب النشاط التعديني إيه اللي موجود هناك؟ أنت عندك هناك منطقة اللي هي تاخدوها في الدرس التاني في الوحدة التانية، النشاط التعديني، هتعرف إن في هناك منجم اسمه أبو طرطور، ده بنجيب منه فوسفات. تمام. 31 يعيش البدو في العديد في محافظات مصر ولكن يظهر تركزهم بشكل أكبر في محافظة إيه؟ يعني هتعرفين طبعا البدو بيعيشوا في المحافظات اللي هي الصحراوية. عندك القاهرة ولا غربية ولا اسكندرية ولا مطروح؟ طبعا مطروح علشان ديت محافظة يعني بتضم أكبر جزء من الصحراء. 32 تتمثل أكبر مناطق الترقب السكاني بمصر في محافظة إيه؟ هل الحدود ولا القناة ولا الوجه البحري والإبلي؟ حلو أوي السؤال ده. هنا بيقول لك أكبر مناطق ترقب السكان بمصر في محافظة، إحنا واخدين طبعا إن هي بتكون البحري والإبلي. طب هنا جايب لك الاتنين، نختار مين؟ هنختار البحري. طب ليه يا أستاذ؟ لو جيت بص أو افتكرت معايا في الترم الأول كنا قايلين إن الوادي مساحته في التربة الخصبة 13,000 كيلومتر. طب والوجه البحري كان 22,000. فمين أكبر في التربة الخصبة هنا؟ طبعا الوجه البحري. 33 تحاول تحاول المحافظة المظللة في الخريطة المقابلة إيجاد حل لمشكلة الترقب السكاني الذي تعاني منه عن طريق الاهتمام بالنشاط إيه؟ المحافظة المظللة عندك في الخريطة اللي هي محافظة الجيزة ومحافظة القاهرة، هي عايزة تشوف حل للمشكلة اللي فيها دي. تعمل ايه؟ تهتم بالنشاط ايه؟ طبعا بالنشاط الصناعي، علشان هي اصلا النشاط الصناعي اللي هناك كتير، فاحنا لما نكتر من النشاط الصناعي هنوفر فرص عمل، فبالتالي هنحل مشكلة التركز السكاني. 34 بيقولك العامل الرئيسي المسؤول عن مستوى الكثافة محافظة مطروح. انت عندك طبعا محافظة مطروح وعندك محافظة اسكندرية وبورسعيد، كنا احنا قايلين ان هما من ضمن المحافظات الساحلية اللي السكان بتركزهم هناك بسبب اعتدال المناخ. فطبعا العامل الرئيسي المسؤول عن توزيع الكثافة في محافظة مطروح هي طبعا المناخ. نشوف مع بعض السؤال رقم 35. بيقولك أقل العوامل تأثيرا في التركز السكاني في الوادي والدلتا. أقل حاجة بتأثر في التركز السكاني في الوادي والدلتا، هل نقل والمواصلات، تضاريس، ظروف سياسية وعسكرية ولا أنشطة اقتصادية؟ طبعا الإجابة هتبقى الظروف السياسية والعسكرية، لأن ديت موجودة في شبه جزيرة سيناء، وطبعا الوادي والدلتا مفيهوش مشكلة سياسية أو كده. بعد كده قالك تنخفض الكثافة السكانية في الأطراف الشرقية لمحافظة الشرقية بسبب إيه؟ طبعا محافظة الشرقية بتقع في شرق الدلتا، واحنا قايلين إن السكان هناك بيقلوا بسبب ضعف خصوبة التربة أو فقر التربة، فالإجابة هنا هتبقى ضعف خصوبة التربة. رقم 37 يؤثر عامل التضاريس في ندرة السكان في محافظة إيه؟ جايبلك اختيارات: جنوب سيناء، وادي جديد، مطروح، شمال سيناء. مين فيهم هنا اللي عامل التضاريس بيؤثر في ندرة السكان؟ ندرة أما نيجي نحل يا جدعان بنشوف السؤال اللي بيسأل على إيه، وهل ندرة ولا تركز سكان. طبعا هنا بيقولك ندرة سكان وعمل تضاريس، يعني عايز محافظة جبلية. عندك جنوب سيناء طبعا المحافظة كلها جبال. العامل الرئيسي المسبب في انخفاض الكثافة السكانية في محافظة كفر الشيخ، سبب بيؤدي إلى انخفاض سكان في محافظة كفر الشيخ. كفر الشيخ من ضمن المحافظات اللي هي موجودة في شمال الدلتا، وطبعا اللي بيأثر على قلة السكان هناك اللي هي كثرة المستنقعات، ودي طبعا فمستنقعات على إيه؟ على التربة اللي هي جي. عندك 39 بيقول لك ادرس الجدول المقابل ثم أجب أكثر المحافظات كثافة في السكان. جايب لك مساحة وعدد سكان، طبعا هنطرح أو هنقسم عدد السكان على المساحة، فهنلاقي هنا أكثر المحافظات كثافة سكانية هي محافظة الغربية، هتطلع معاك ب2660 نسمة في كل كيلو. رقم 40 أكثر العوامل تأثيرا في تركز السكان بالوادي والدلتا. أكتر حاجة بتأثر في تركز السكان في الوادي والدلتا، هل مناخ ولا نقل ومواصلات ولا ظروف سياسية وعسكرية ولا تضاريس؟ طبعا الإجابة هتبقى التضاريس، اللي هو استواء السطح بتاع الوادي والدلتا يؤدي إلى تركز السكان. طيب 41 يعود السبب الرئيسي في وجود السكان في محافظة بور فؤاد. بور فؤاد دي موجودة عند بورسعيد طبعا، فالسبب الرئيسي في تركز السكان هناك أو وجود السكان هناك هو هتبقى النقل والمواصلات ولا ظروف سياسية ولا نوع تربة ولا نشاط اقتصادي ولا موارد المياه؟ طبعا الإجابة هنا هتبقى النقل والمواصلات والنشاط الاقتصادي. النقل والمواصلات عشان عندك قناة السويس هناك، والنشاط الاقتصادي
عشان ديّة مدينة ساحلية عشان دي مدينة ساحلية بيتركز السكان هناك من ضمن الأنشطة الاقتصادية. 42 نتيجة لفقر التربة يقل السكان في الأطراف الغربية لمحافظتي إيه؟ أنهي هنا من المحافظات اللي الأطراف الغربية بتاعتهم بتكون صحرا؟ دقهلية ولا كفر الشيخ ولا بحيرة وفيوم ولا القليوبية؟ طبعا البحيرة والفيوم الأطراف الغربية بتاعتهم بتكون ممكن تبقى موجود في الصحراء فيؤدي إلى فقر التربة فطبعا التربة تؤدي إلى قلة السكان في المنطقة دي. 43 يتركز السكان في المراكز العمرانية المتباعدة على السواحل كما في محافظتي طبعا احنا مالينها في الحصة تبقى مطروح والبحر الأحمر من ضمن المحافظات اللي هي الساحلية اللي المراكز العمرانية متباعدة على السواحل. وكده يبقى احنا حلينا مع بعض الدرس التاني في الجغرافيا الأولى ثانوي من كتاب الامتحان. شكرا ليكم كان معكم مستر محمد السيد الشام.